يعني الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو يا راجل. لا 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 لا. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مختلف من قناه كريم نور. اسف جدا على التاخير، كل فيديو بنزل بقول اسف على التاخير، ولكن متاسف جدا على التاخير ان انا ما بنزلش فيديوهات. وعايز اقول انك شكرا جدا يا صديقي لو بتستنى الفيديوز بتاعتي. باذن الله الفيديو بتاع النهارده هيبقى الفكره مختلفه، هنتكلم في حاجه مختلفه، حاجه ان شاء الله باذن الله لو طبقتها ولو عملت بيها هتشوف التغيرات او هتشوف التحسينات اللي في حياتك. هيبقى في تغيرات، هيبقى في حاجات كويسه هتضيفها لحياتك. برضه باذن الله هحكي تجربه شخصيه معايا مع الموضوع ده، هحكي لك التجربه الشخصيه بتاعتي لما طبقت الحاجه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده. اكيد انت عرفت الحاجه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده. ايه لازمه كلمه لا؟ ازاي تقول لا؟ ليه كلمه لا، او انك تقول لا لحد، او انك تقول لا لماتيريال؟ مبدئيا خلينا نقول او خلينا نفتح الموضوع بتاع النهارده بمقدمه حلوه. يا صديقي، الزمن اللي احنا عايشين فيه ده او اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول عصر المشتتات، او عصر الحاجات اللي بتلهيك او اللي هي بتاخد وقتك وبتستنفذ وقتك. بيجت حاجات كتيره جدا، بيجت اكتر من حاجه قادره انها تستنفذ وقتك او قادره انها تاخد وقتك من غير ما تعمل حاجه كويسه في الوقت ده. من تليفونات، من صحاب، والتليفون ده لوحده كارثه. يعني التليفون او الحاجات اللي بتلهيك عن الوقت بتاعك في التليفون دي كبيره جدا وكتيره جدا. حرفيا التليفون ده، يعني انا دايما مقتنع ان التليفون ده سلاح ذو حدين. ممكن تستعمل التليفون في انك تتعلم حاجات او انك تضيف لحياتك وتتعلم حاجات كتيره جدا وتضيف لحياتك حاجات حلوه جدا، وفي نفس الوقت ممكن التليفون ده يبقى السكينه اللي بتذبحك لما تضيع وقتك في الريلز او في الحاجات المش كويسه او باي حاجه بتضيع كفيديوهات مالهاش اي لازمه، تحديات اكل والكلام الشغل العبيط. فازاي تقول لا؟ ازاي تقول لا للتليفون بتاعك؟ ازاي تقول لا لاصحابك مثلا؟ لو صحابك جو في وقت انت المفروض انك تشتغل على نفسك او المفروض انك تعمل حاجه او تتعلم حاجه، المفروض انك تقول لهم لا. فازاي بقى في العصر اللي احنا عايشين فيه او في اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول نقدر نلغي المشتتات او نقدر نسيطر على المشتتات اللي في حياتنا؟ انا بقول في الفيديو بتاع النهارده ان احنا نقدر نسيطر على المشتتات مش ننهيها، لان موضوع انك تنهي المشتتات او تنهي الحاجات اللي بحاسس انها بتخليك تهفن او بتخليك تستمتع زي انك مشاهده الفيديوهات او قعدات صحابك، دي ما ينفعش تتلغي من حياتنا لان هي يعتبر جزء من حياتنا. ولكن البوينت اللي هنتكلم عليها هي بوينت السيطره، الكنترول، او انك ازاي تسيطر على الحاجه دي. ان الحاجه اللي هتجي تشتتك او الحاجه اللي هتخليك ما تقدرش تعمل الحاجه المفيده اللي هتعملها، لا تقول لا للحاجه دي. لازم وحتما ولابد انك تقول لا او تعمل بكلمه لا. عايز احكي التجربه الشخصيه مع الموضوع ده. بدايه تعليمي الانجليزي او بدايه تعليمي لحياتي وتعليمي لشويه حاجات طورت من حياتي او ادت فايده لحياتي، كان في حاجات كتير جدا عايزه تلهيني عن المواضيع دي او بتحاول انها تلهيني وتخليني ما اعملش الحاجه دي. زي ما انا قلت، من تليفون، من قعدات صحاب. ولكن انا عملت حركه حلوه جدا وحركه بسيطه جدا قلبت الموضوع خالص. التليفون بتاعي الحاجات المشتتات بتاعته خليتها حاجات تفيدني. يعني اقرب مثال، لو انا بتعلم انجليزي فانا الفيديوهات اللي انا بسمعها حتى لو نكت، حتى لو مثلا بودكاست، حتى لو كانت مثلا تحديات اكتب، بقيت اسمعها باللغه الانجليزيه. كده بقيت اضرب عصفورين بحجر. اولا بستمتع وبانجوي بوقتي او ان انا بشتت نفسي زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت ان انا بتعلم. يعني انا مش لمجرد ان انا بشتت وقت اللي هو وقت ملوش لازمه، لا، انا من الفيديوز اللي انا بسمعها او من الحاجه اللي انا بضيع فيها وقتي، لا، انا بديت اتعلم انجليزي واتعلم الحاجه اللي انا عايز اتعلمها اصلا. فاهم الحركه دي؟ قعدات صحابي، قعدات الصحاب مش هقدر اقول لك انها، لان بصراحه الصحاب اجمل حاجه في الدنيا حرفيا. ولكن يا صديقي اختار صحابك. ولو صاحبك اللي بتحبه مش بيقدم لك اي حاجه لحياتك او مش بيقدم لك قيمه او مش بيقدم لك حاجه تفيدك بعدين، حاول انك تقلل القعدات على قد ما تقدر. لان ان شاء الله في المسيره التعليميه بتاعتك او في المسيره اللي انت عايز تطور من نفسك او عايز تخلي حياتك احسن، اكيد هتتعرف على ناس من نفس المسيره دي. اكيد هتتعرف على ناس عايزين يطوروا حياتهم وعايزين يعملوا تغيير في حياتهم. الناس دي كتر ما تقعد معاهم كتر ما حياتك هتزيد وكتر ما هتضيف لحياتك كتير. هتتعرف على اشخاص جديده، هتتعرف على معالم جديده، معارف جديده، معلومات جديده. كل الكلام ده لما تحاول انك تكتر قعداتك مع الناس دي الى حد ما ولحد كبير جدا العقليه بتاعتك هتتغير وطريقه التفكير بتاعتك مش هتبقى زيك زي لما كنت في الاول. والله انا ما عارف المايك بيسجل ولا لا اصلا. هي دي اللي انا عايز اقول لك عليها في الحته بتاعت المشتتات بتاعت التليفون. انك حاول انك الحاجات اللي بتلهيك اللي هي زي التليفون حاول انك تتعلم عليه. يعني مثلا تقعد مثلا ساعه تتعلم في حاجه او نص ساعه تتعلم في حاجه وبعدين يا صديقي تعامل. ولكن ما تخليش يومك يعدي غير لما تقدر تقول لا. صحابك مثلا كلموك ولكن انت معاك مذاكره او معاك مثلا كورس عايز تخلص ومعاك فيديو المفروض انك تشوفه كبودكاست، كفيديو تعليمي، كفيديو عايز تتعلم عليه حاجه من كذا، ككورس فلان. لا، صحابك لما يكلموك يا ريت يا صديقي، يا ريت جدا جدا تكلمهم وتقولوا لهم لا انا معايا مثلا حاجه هخلصها واجي لكم. وكده كده القعدات ما بتخلصش، يعني حرفيا القعدات ما بتخلصش. ولكن الوقت اللي انت المفروض تعمل فيه حاجه كويسه او الوقت اللي انت المفروض تضيف فيه حاجه حلوه لحياتك هيعدي، والوقت ده هي الحاجه اللي بتعدي. يعني فلوس بتروح وتاجي وقعدات الصحاب بتروح وتاجي، اي حاجه بتروح وتاجي ما عدا الوقت اللي بيروح الساعه او الساعتين اللي هتقضيهم مع اصحابك او هتقضيهم مشاهدات فيديوهات مالهاش اي لازمه على التليفون بتاعك، دول بياخدوا من عمرك. ولكن يا صديقي لو استغلت الساعتين دول، لو استغلت نص ساعه من الساعتين دول وتعلمت او ضفت حاجه جديده لحياتك او عرفت معلومه جديده،
اكيد هيفيدوك بعدين. حاول انك تطبق الموضوع ده لمده يا صديقي 3 شهور، 3 شهور بس. حاول انك تبدا في تعلم حاجه، وبجانب الحاجه دي اكيد هتجي لك مواقف او تجي لك اوقات في حاجات هتشدك او في حاجات هتقول لك ما تتعلمش، لا تعال اطلع معانا، لا اتفرج على الفيديو الفلاني اللي ملوش اي 30 لازمه. حاول يا صديقي انك تقول لا، قول لا للحاجات دي. وبعد ما تخلص الحاجات دي، انا مش بقول لك انك تحرم نفسك منها اطلاقا، لا، بعد ما تخلص الحاجات دي صديقي روح انجوي مع اصحابك، روح اتعامل في التليفون. واسمعها مني نصيحه، لما تعمل حاجه مفيده وتروح تنجوي مع اصحابك، لما تنجوي او لما تقعد مع اصحابك وتضحك وتهزر، حرفيا الضحك يبقى طالع من القلب، لان انت اوريدي عملت حاجه مفيده، عملت قيمه لحياتك او ضفت حاجه جديده لحياتك او ضفت حاجه جديده ليومك. لما تروح تنجوي او لما تروح تقعد مع اصحابك، لما تروح تلعب بلاي ستيشن، لما تقعد على التليفون بتاعك تسمع فيديوهات مالهاش لازمه، انت بتسمع وقلبك صافي، او اللي هو انت جوه فرحان مبسوط، لان انت اوريدي ما عدتش اليوم كله فضا، لا انت عملت حاجه مفيده، فبالتالي انت بتجازي نفسك او انك بتفرح نفسك بالحاجه اللي انت عملتها كويس. يا ريت اكون قدرت اوصل لك المعلومه. بس يا صديقي الفيديو بتاع النهارده خفيف، اتمنى تكون استفدت، واتمنى جدا جدا يا صديقي انك تطبق الحاجه دي، او انك تطبق كلمه لا. لان حرفيا لو قلت لا للحاجات اللي مش بتفيدك او اللي مش هتضيف لك بعدين، انت بتنقذ حياتك. انا كده خلصت لك الفيديو، يا رب تكون استفدت يا صديقي. قبل ما تطلع سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس او اعمل شغل الكلام ده في الفيديو. Thank you very much for watching and see you soon. Bye.